انت هكمل كلاينتس والدنيا والشغل وكذا، حياتك تقف. ومره رحت لهم السلام عليكم يا رجاله انا داخل الجيش. طب يا كابتن؟ لا نادي الزمالك بيحتضر، انا بفكر جديا ابطل تشجيع الزمالك واشجع بيراميدز. انا قلت اوريكم ان الحياه مش على طول الوردي، عادي الواحد ساعات الدنيا معاه بتكون ايه ملخبطه ومش احسن حاجه. صباح الفل. النهارده يوم الجمعه اولا، ولكن الفلوج ده كاميرا عايز تنضف. اتمنى تكون الرؤيه ايه اللي حصل. تمام. النهارده فلوج طويل وفلوج تمرين وطويل، يعني انا اطول فلوج عملته في حياتي كان قد ايه؟ ربع ساعه مثلا. يعني انا كده متاكد ان النهارده هيكون اطول من ربع ساعه. هيكون قد ايه بقى لسه ما اعرفش. معانا ضيف كمان في التمرينه، وحاليا وصلت قدام الجيم ومستنيه. انا فلوج يا جماعه يوم رجل مع كابتن شادي طارق. انا مش عايز العب تمرين رجل، انت عارف كده اعظم كابتن في اخويا في التاريخ. خلينا نبدا ايه؟ خش هامسترنج كيرلز مجموعتين، بعدين هاك سكوات او اي سكوات باترن مجموعتين، واثنين لاج اكستنشن، واحده هيب اكستنشن وضم وسمان. دي التسخين على الهادي كده. بص خلاص احنا نخش في الجد على طول، نصور على الهادي كده يعني. عارف اصلا وانت كده بتصور؟ ما انا كنت بظبط من هنا. انت بتصور يعني؟ ايوه والله. صدق الجهاز خفيف اصلا مش تقيل يعني. دي حقيقة. والجهاز نظيف كمان. مجموعة عنيفة. جيب كام عدة؟ طبعا انت مش سامعني. وين يا رب. ان شاء الله جامد. 1 2 اللهم بارك. 3 4 مرة واحدة. يلا بينا. شتيك. لعبت الوزن ده المرة اللي فاتت كام عدة؟ 2. يعني ممكن احط 10 على الفول ستاك، ما تجيب لي 10 كده. بص انا مش ساحر ماشي، بس انا هجيب 8 عدات بالظبط. طب ما ده ايزي ده يا كوتش. ايزي. روح. 6 2 7 بس. يوم الجمعة ده المفروض والله ناكل سمك ونقعد في بيتنا بس كده. ده اجازة رسمي في البلد، اجازة رسمي من بكل حاجة. التمرين. في الجيمات فيه. هو اللوك فين؟ على الشمال اهو، زق البر ده؟ كده. ده كده 50؟ هسخن فين دي 25 صح؟ انا بسخن واحدة ب50 واحدة 65. انا بقالي مثلا فوق سنة ونص ما دخلتش هاك سكوات. ربنا ده يخليني. اغزر قرار ان انت تيجي تخش على الجهاز ده، ودي تكون اول مرة. اول جهاز هاك، لان هو بجد من اتقل اجهزة الهاك اللي ممكن تلعب عليه. الله يطمنك. بسم الله. يلا بسم الله. طبعا انت مش سامعني. طيب بما انه مش سامعني، انا بقول هجيب 5 عدات. يا رب ان شاء الله. اللهم بارك. الله اكبر. استنى. عارف اعمل انت بقى؟ دي 20 15. ما جبتش 20 ليه؟ الستاك هتلاقيه بيعلق. الستاك بيعلق. الجهاز فاهم، بيقعد يحك فيه فما بتعرفش تلعب. عايز كام عدة؟ 9 عدات. انا هجيب 10 عشان انت قلت لي 9 بس. ولا اجيب 12؟ 15. لا 15 دي بعيدة قوي. مش Endurance. هلعب كارديو يعني. انديورس. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 هتقع. 7 ما تقلقش.
8 9 وهذا كمان جاب 10 عدات فعلا. شفت التيك توك اللي هو عامل لك ريحه مشاهير التيك توك؟ علبة كشري. كشري التحرير. واد ضحكني مش عسل والله. الله اكبر. واحده واحده على الجهاز بدل ما الطاره تقع. اجمد اجمد. خلاص ايه عشان الجهاز لا والله من واقف اهو. كمل يا عم. لا انا حاسس بالواير اقسم بالله يتقطع. الجهاز نفسه بطيء قوي. شكل خلفيات جميل. هتديني بس الطارات في ايدي. الاثنين دول صح؟ هات 25 الاول. ما احط الاثنين 25 تحت عشان تبقى اوسع. ده اللي انا هعمله. وانت هتمسكها في ايدي الاول. مسكني 25 الاول وبعدين زود عليها. زي الفل. انا بس بحاول بعمل عليا. بعدين انت كده بتدي مجال الناس تنظر عليك اكتر. هو ايه يا صاحبي انت ماسك الجهاز ولا حاجه؟ ايه تقيل ولا ايه؟ بيقفلش ليه؟ طب ماشي حط بقى 130 كده. انت بتصور؟ التمرين ده بيودي الخفس صح؟ وبيحسن من البشره كمان. شكل الكلام بجد بقى ولا ايه؟ يلا يا باشا فول ستاك طبعا. ها سخن واحده بس. لا عامه لما تيجي تلعب. لا ركبتي تعيط عشان عندي اسمها ايه؟ ركبتي بتبص لتحت. نيابر اكستنشن. عندي ابر اكستنشن. ركبتي خبره في الموضوع ده. تتفلق. فما طلعت منها بقى يا باشا بيها الحمد لله. ولحد يعني انا طلعت حسابها من الجيش ولحد دلوقتي الناس تكتب لي وصله. اللي انتوا شايفينه يا رجاله. يبقى الراجل ده استموت عشان ياخد يعني تخيل انت هكمل كلاينتس والدنيا والشغل وكذا. حياتك تقف. ومره رحت لهم السلام عليكم يا رجاله انا داخل الجيش. وبعدين هي مركز التدريب على حظنا 3 شهور دلوقتي. ايوه انت ماشي. يعني انت عارف ده معناه ايه؟ معناه ان حرفيا كل الكلاينتس اللي معاك ترجع لها فلوس. شكرا. اي حد مشترك واي حد لسه هيشترك طبعا. ولو حد في نص اشتراك هو ماله؟ 3 كتير هقول له اعمل فلوس هيقول لي مش عايز. انا لسه هستناك. لسه استنى 3 شهور. فبجد الموضوع ما كانش هيبقى خساره. ده كان هيبقى موت. وبعدين انت برضو اما تطلع نو انرجي ان انت لسه طبعا تعمل كونتنت وتتابع في اصلا توليرنس ان انت تعمل اي حاجه في حياتك. بس انا يا باشا توكلت على الله وقلت ان شاء الله ايه. الراجل ده قعد رمضانين بيدعي انه اقسم بالله ياخد الاعفاء. انا في رمضان منهم فوتش يوم غير لما بدعي. تراويح فجر اي صلاه يا باشا. الجهاز ده مش مريح. صح. مش رايح الركبه. انا العب ستاندنج. هتخش هناك. انت هنا تحت الاضاءه شكلك امور جدا. بجد والله. شد كده باي. وريهم اخبار التنشيف ان شاء الله. طبيعي يا كابتن؟ لا ماشي. فضيحه كابتن سردي. هسمي الفلوج فضيحه كابتن سردي. مثلا الجهاز ده هيطبقك. الجهاز ده انا حاسس انها مش لطيفه قوي. انا بصورك من ظهرك بالظبط كده. الناس هي سكشواليز الكونتنت بتاعنا. فول ستاك. فول ستاك عادي يا باشا. خش 20 عدل. الجهاز ده اصلا لما تيجي تستحمى في بيتكو هتلاقي ان هو هنا معلم. ايه يعني اعتدى عليك. يا رب يا كريم. بسم الله. ان شاء الله. اقعد يا باشا على الارض عشان رجليها باظت. شكلي امور. انت امور كده من غير حاجه. بسم الله. بص يا باشا مش عارف انت متابع الحوار ده ولا لا. بس اي حد يا باشا بيشاركني الفلوج بيقول 3 نصايح. حلو. ماشي. نصيحه في الجيم، نصيحه في التغذيه تفرق مع الناس، ونصيحه دينيه تفرق مع الناس. هقول 4 بقى. لا 3. هم 3. ونصيحه في الحياه كمان بقى. ماشي. نصيحه دي الجيم. جدعانه منك يعني. نصيحه الجيم اتمرن اللي انت بتحبه. والله حتى لو مش اوبتيمال، حتى لو مش عارف ايه، حتى لو مش مثال يعني، حتى لو بجد مش احسن حاجه، اقسم بالله لما تتمرن بنفسيه وانت مبسوط وانت بتحب اللي انت بتتمرنه احسن ما تتمرن تمرينه مثاليه وانت مش مبسوط بيها. والله لما كنت بجد بتمرن بقى تو ذا بوينت اللي هو بقى ستريكت، والله العظيم ما كنت مبسوط، والموضوع كان ابتدى يقلب ان هو واجب، اكني بعمل اساينمنت جامعه اللي هو لازم انا هنزل انفذها، مفيش متعه مفيش اي حاجه. اتمرن اللي انت بتحبه وخليك ماشي مع البيزكس. حلو جدا. كده كده هتبني عضل. خش على التغذيه على طول.
تغذيه نصيحه تفرق مع الناس. لو انت بتبلك وانت مش عامل دايت بلان فانت على الله حكايتك. هتقعد سنه ونص هتلاقي انت زايد 60 كيلو دهون، وبجد لما تقط هتلاقي نفسك كده. يعني بدايه البلك وبدايه القط اخر القط هتلاقي انت نفس الشكل. رجعت زي ما انت. نفس ده الشكل. حوار كبير قوي الناس بتقع فيه، معلش عشان دي حاجه مهمه. في ناس كتير يا جماعه بتقعد تبلك سنه وبيجي لي بعدها يقول يا كابتن انا الشفت لقيتني رجعت لنفس الوزن، عشان انت ما كنتش بتبلك. انت قعدت تعبي ميه في بالظبط. اول سنه كلنا بنغلطها. اول سنه انا فعلا زايد، انا بدايتي كنت 60 كيلو، انا زايد لغايه 95 كيلو. لما عملت كات ونزلت لغايه 83 بقيت 62 كيلو. كان في عضل، بس طبعا يعني هاش حاجه مهمشه. فخد وقتك في البلك بسيربلس قليل، واقسم بالله تلاقي ان انت زايد عضل كويس بفائض جدا. من السعرات يعني قليله شباب. يعني زيد مثلا والله انت لو زدت 50 وممكن تاخدها تدريجيا، يعني يبدا 50 100 150 ممكن تقف عند 200، مش هتحتاج اكتر من كده اصلا. طب ماشي، نصيحه دينيه. عندي كذا حاجه عامه. اول حاجه شوف حاجه سلسه كده، شايف ان انت بص. حاجه فرقت معاك مثلا عايز تقولها للناس كده يعني. ابعد عن الناس فتره. صور فلوج. طب وصل لي فلوج يا عم. بس يا جدعان معجبين يا جدعان. نصيحه دينيه صغنطوطه بس. لو صحابك مش شبك وهيخلوك ان انت تختلف عن تربيتك وطريقه حياتك لمجرد ان انت تبقى متماشي معاهم، فابعد عنهم، ان دول مش صحابك. عامة دي نصيحة مهمة وحييك، وانت نورتني والله عشان عايز امشي. طب اخر واحد طيب. بس معلش يا جدعان، نصيحه حياتيه. انا جيت مع الشخص الغلط. مش شايف هسيب كده الكاميرا يعني. النهارده. بس حسيت نفسي بقى انا نفسي اطلع ثيرابيست عامه يا جدعان. قول يا حبيبي. نصيحه حياتيه يعني. طب انت مش فاكر يبقى يلا بينا. يلا بينا. انا شايف كده عشان انت وقتها كده. انا غلطان يعني عامة، انا قلت له ايه؟ قول نصايح. دلوقتي بعد ما خلاص يعني خلصنا جيم، فبيقول لي عايز الكاميرا صور نصايح، فانا فاكر النصايح عشان ينزلها فيديوهات بقى على التيك توك او انستجرام، بيقول لي لا في الفلوج برضه، فانا غلطان ان انا قلت له قول نصايح. لا انا مش متضايق، قول لي بس بيتك فين طيب؟ نكمل ونلف الصينيه وانت بتقعد تقول نصايح طبعا صح؟ هقعد انصح لغايه لما اروح. تمام يا باشا اللي انت شايفه، انا هلحق اوصلك على قد ما اقدر بسرعه على قد ما اقدر. بصوا يا جدعان، اول نصيحه لوجه الله، نصيحه والله لا دي بجد دي النصيحه الحياتيه بقى. حاول تلاقي صحبه صالحه زي كده. صاحبي لا اوعى تحرك الكاميرا نفسها، بتحرك من هنا. ابوس ايدك، امسك كده وهدي شمال يمين. انت ايدك جت على السكرين فعشان كده عمل. تفضل ماسك الحته دي بس مش هي كده تمام؟ ما تحركش ايدك بقى. بص يا جدعان، حاول تلاقي صحبه جميله كده زي الكابتن ده. حبيبي يا سردي. الكابتن ده جالي من التجمع والله اتمرن معايا. بس عامة ده مش عشان الفلوج بس، بجد اقسم بالله يا جدعان سردي من الناس القريبه لقلبي في المجال اللي انا ما بحبش فيه حد. والله يا جدعان لا انا بهزر يعني، كله حبيبي، بس فعلا الناس اللي قريبه مني يتعدوا على الصوابع. نلف يتعدوا على الصوابع. فهو من خلاص يا صاحبي سيبني اقول كلمتين حلوين في حقك، مش قايل يا عم. يعني الراجل ده انا كنت بشوفه في اير جيم، اول ما بدا سلسله وصول العتاله، اقسم بالله شفته في اول، كان بعد 5 فيديو نزله، كان معايا حد من صحابي، ده كان انا فاكر في 2022 شهر 6. كان لسه عامل شعره زي اتش دبور كده، كان لسه شعره طويل، كان لسه بادئ، وكان يعني لسه بدايه شادي طارق. بعدين قطعت كده سنه ونص. ربنا يعني ما يقعدها ايام، وبعدين رجعت لكم. الراجل ده بقى فعلا يا جدعان اكتر الناس المجتهده والله بجد اللي في المجال، فعلا نظيف والله. وبعيدا كاملا عن النوش بقى اللي حصل اليومين دول، فعلا الراجل ده اكتر حد في حاله فعلا والله العظيم. عشان ما تجسف. والله بجد اللي هيقعد معاه هيحبه جدا. حبيبي والله. فحاول تلاقي بجد صحبه جميله زي الراجل الطيب ده. بلاش ما تقول ايه. لا هو بجد اساسا طلعت احنا عندنا بجد جيلنا ده بايظ جدا يعني. ربنا يصلح الحال. انتوا عارفين يا جماعه ايه سبب حب سردي؟ مش عشان هو ضعيف مثلا او حاجه، لا عشان هو يعني انا سردي معرفتي بيه على تيك توك حلو، ولكن هو لا ينتمي لمجتمع التيك توك. في حاجه واحده، الناس كلها حبايبي، ولكن في حاجه واحده انا اكتر حاجه بكرهها في حياتي، انت كده عارفها، البيفات اللي بتحصل. ده يطلع يقل ادبه على ده، وده يجيب فيديو ده ويطلع يبهدله، فده يقل ادبه عليه. فانا بالنسبه لي يا عم عايز تعدل على المعلومه عدل من غير ما تطلع اشكال الناس. تقل ادبك واتكلم. انا في فيديو انزله يوم الثلاث اللي جاي يوتيوب، الفرق بين الاوفر هيد والبوش داون ترايسبس. ليه؟ لان انا شفت ناس كتير قوي غلطت في تيك توك فيه، وناس كتير قالت معلومات مش صح. بس هل ده معناه ان انا اجيب فيديوهاتهم واطلع اقول له يلا يا بهيمه اللي مش فاهم حاجه تعالى اما افهمك؟ ده ما اطلعش للناس من غير ما يعني بواجه فكره مش شخص. انت فاهمني؟ فبصراحه دي اكتر حاجه بتتعمل في تيك توك يعني. انت بقى المشكله هنلف من اخر الشارع ونرجع نخش يمين. ماشي يا حبيبي. لما تيجي والله تعدل على حد، عدل بمنتهى الاحترام، لان اختلاف الراي لا يفسد للود قضيه. لا احترام ايه؟ ده تيك توك ما انا بقول لك، ما هو ده بقى دي النصيحه، لازم تعدل على اللي قدامك باحترام. بعدين دايما لما تيجي تنصح خلي نصحك فعلا اولا تبقى متقبل ان انت عارف ان اللي انا هنصحه ده ممكن يتقبل النصيحه او لا.
وتبقى عارف ان انت لو نصحت وما تقبلش النصيحه الحمد لله. اوعى يرحمكم الله، اوعى الموضوع يحز في نفسك ان هو ما تقبلش النصيحه، لان مش كله هيتقبل نصيحتك، لان مش كله نفس العقليه. فدايما انصح لوجه الله، دي اول حاجه. سؤال اللي قدامك هيتقبل النصح او لا، خليها لوجه الله. وصدقني والله انت لما تيجي تنصح باخلاص لوجه الله، اقسم بالله ربنا بينزل عليك زي كده سكينه كده. يا جماعه انا عايز اقول ان السردي متربي مرتين. والله لما فعلا تيجي تنصح باخلاص لوجه الله، ربنا عز وجل بينزل عليك سكينه كده، بتخلي اللي قدامك حتى لو هو مش عايز يسمعك، لما يسمعك هيلاقي ان انت ايه، لا طب احنا ممكن ناخد فرصه نسمعه، لان هو لان انت فعلا بتنصحه خوفا عليه. فانصح اولا باحترام، ما تخليش النصح بهجوم شخصي، لان انت وانس ان انت حاولت الهجوم شخصي، هو لما يجي يعني يرد عليك بهجوم شخصي. في الاول والاخر لو انت بتنصح على حاجه اصلا مالهاش علاقه، يعني حاجه مثلا زي الجيم لا يمثل. ايه ده؟ هو مش هنا؟ حبيبي كمل معلش. اللي هنلف ونرجع ونخش اليمين ده. تمام. الجيم لا يمثل 1% من حياه اي حد فينا، اقسم بالله والله. وانت هتلاحظ ده، وكل الشباب اللي ماسكه الجيم دلوقتي حلب وبينزلوا، والله انت لما تكبر شويه والدنيا تاخدك هتلاقي ان انت بتنزل الجيم ده تمشي دنيتك. فلا يمثل 1% ان انت تغلط في حد او تقل من حد، او ان انت اصلا يعني تبقى بتكلم حد بقله ذوق وقله احترام. انت كده احترام. خلاص مفيش نصايح ل 10 فلوجات قدام. والله العظيم. كمل يا سيد يا حبيبي. فلما تيجي تنصح بجد خلي الموضوع باخلاص. انت مش عايز نكمل يعني؟ لا مش هكمل. انا على فكره انا بعمل لك كونتنت. لا انا بعمل بعمل لك لك كونتنت كونتنت ماشي يا عم. فعليا يعني. انت ممكن تنزل ده في فيديو تاني اصلا، النصايح ما احسن. لا قول يا باشا. هو كل فلوج واحد. فخلي النصح فعلا وجه الله، دي اول حاجه. تاني هنخش اليمين ده، خلاص احنا قربنا نوصل، النصايح هتخلص. تاني حاجه بقى ودي اهم، صحبتك وفعلا الناس اللي محوطاك هيفرقوا معاك. الو مش هتيجي له مكالمه، هنضطر يا نوقف. باشا. انا كنت في لا كمل نصايح ولا اي حاجه. ايه انا الجيم ما كانش فيه شبكه خالص. بس يا جدعان كاريزما وهو بيتكلم. ايه ده؟ انا افتكرت انا قلت كده ولا حاجه. لا انا الجيم عندي ماشي قلب اخوك. والجيم عندي كمان كان ما فيهوش شبكه خالص، فمش عارف حتى ارد على اي كول، ابعت اي حاجه. حتى انا كنت عايز في ناس قعدت تبعت لي مسجات او حاجه مش عارف ارد عليهم. ايوه نفس الكلام يعني، برضو ما عرفتش خالص. اذا كان كده ماشي. هو ايه يا ابني محتوى الفلوج هيكون مكالمه؟ بتشوف النصايح يا ابني. اشوفكم في فلوج، مش هيطلعني معاك فلوجات تانية يا عم. لا هطلعك، بس هو الفلوج ده هيكون طويل شويه يعني. الفلوج ده كده ممكن يخش في نص ساعه. ولو انتوا اتبسطتوا بسردي اكتبوا في الكومنتات بحبك يا سردي عشان اعرف ان انتوا مبسوطين. لو قالوا بحبك يا سردي انا هجيبك معايا فلوج تاني. لو ما قالوش بحبك يا سردي خلاص مفيش فلوجات تاني. اشوفكم على خير يا جدعان. حبيبي يا صاحبي. خدوا بتاعنا عشان وقع. ايه ده؟ شكرا تعبناك معانا يا باشا ولا اي حاجه. انت منورني. انبسطت. بص نتقابل في تمرينه ثانيه مش رجل ارجوك. مش رجل يوم ابر يعني شويه. انا العب ابر معاك، ارمز شولدرز وارمز، يا لهوي مفضله الى قلبي. الحاجات الحلوه دي اللي بتشيل فيها اوزان. نزلني ونصور محتوى تاني. ماشي يا باشا. انا انتظر وافتح يوتيوب شانل. يلا والله انا مشجعك فشخ والله. سلام يا جدعان. بقول لك باي باي يا شباب. انا هعمل كول كده وارجع لكم تاني بس. هذا الموسم لو سيراميكا كليوباترا قدر يدرك هدف التعادل. والله العظيم يا جماعه تشجيع الزمالك ده ابتلاء. انا بحسه ايه؟ نوع من انواع الاختبار صبرك ان انت تفضل تشجع الفرقه دي. انا مش عارف اقول ايه. انا كنت لسه هقول الحمد لله مش احنا اللي نتعادل 3 ماتشات ورا بعض، تعادلنا الماتش الثالث. قشطه يا رجاله. نادي الزمالك بيحتضر. انا بفكر جديا ابطل تشجيع الزمالك واشجع بيراميدز. يا شباب دلوقتي الساعه 9، عدى ساعتين من اخر مره كنت ماسك الكاميرا وبفلوج. وده ليه؟ لان انا كان عندي شغل عنيف، سهره شغل عنيفه، فخلصتها الحمد لله. يا دوبك اقوم البس. ايه ده؟ حاسس ان وشي محروق قوي. طب ما انا اهو تمام كده بيتحرق كده كويس برضه مش مشكله. دلوقتي بقى اقوم اتحرك عشان عندي مشوار مهم جدا. هي الكاميرا فين؟ انا هنا. انا يعني كنت في لفه طويله كده وراجع البيت دلوقتي والساعه 1:15. انا فعلا الفتره اللي فاتت دي من اكتر الفترات اللي حاسس انا تايه فيها، ان انا مش حاسس براحه بال فيها، ان انا فعلا يعني
الدنيا معاه ملخبطه شويه. طب ملخبطه بسبب ايه؟ هل انت زعلان يا عم شادي؟ هل انت حزين؟ هل انت في حاجه؟ الحمد لله لا طبعا، بالعكس الواحد يعني في نعمه من عند ربنا، ولكن انا مضغوط بسبب حاجات كتير يعني. عارفين دماغي دي لما تحس انك دماغي مش قادر، فمع كل ده ما بقتش انام بدري ولا بقيت انام متاخر ولا بقيت انام اصلا يعني. معدل ساعات النوم في الشهر ده بالذات قل قوي. فاوقات كتير بسهر يعني. انا النهارده كنت قاعد بشتغل بس في حاجات مهمه جدا ان شاء الله الناس تعرفها قدام يعني. فدلوقتي 1:45 عقبال ما ارجع واكل وانام مش عارف هتبقى الساعه 2. فهو ده بقى اللي انا دي تاني مشكله جاي لكم فيها، ان انا بقيت اسهر قوي. فحتى لو نمت الساعه 2 ونص في صلاه فجر، طيب انا متعود ان انا الحمد لله بروح اصلي الفجر في المسجد. الكلام ده مثلا مش لسه اول اسبوع على اول شهر اكون متعود عليه، المفروض ان خلاص جزء من الروتين. لا للاسف بسبب اللخبطه دي بنام الساعه 2 ونص، فبصحى الفجر بالعافيه. طبعا احمد ربنا ان انا بصحى الفجر، ولكن بصحى وانا مش قادر، بصحى وانا فعلا بقاوم النوم، لان انا زي ما بقول لك بنام عدد ساعات قليل جدا. فاوقات كتير بقى مش قادر اروح المسجد. انا فعلا الشهر اللي فات ده اقل شهر، مش عارف هل الواحد عشان بيقارن برمضان ولا ايه، بس انا حاسس لا يعني الواحد انتكس شويه. فطبعا الحمد لله رجعت ظبطت الروتين اهو بقالي اسبوع، فعشان كده بطلع ادردش معاكم وبرضه اطلع اوريكم الحلو واوريكم الوحش يعني. بس كان الموضوع صعب، الموضوع كان صعب عليا. الحمد لله ابتديت احاول انام بدري، على الاقل يعني اغلب الايام انام بدري وبس كده. دعواتكم يا شباب. انا قلت اوريكم دي اشاره احنا كسرناها غالبا. فانا قلت اوريكم ان الحياه مش على طول الوردي، عادي الواحد ساعات الدنيا معاه بتكون ايه ملخبطه ومش احسن حاجه. دعواتكم يا شباب للفتره الجايه، وفي حاجه الواحد داخل عليها يا رب تكمل على خير يعني، الناس كلها تعرفها، هتبقى حاجه رايقه. بس كده هتبقى حاجه رايقه